السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. نبض العاصمة. إحنا النهاردة موجودين في قرية تل حوين محافظة الشرقية. ضيفتنا النهاردة مصابة بالتهاب تليف رئوي، مصابة بتليف رئوي حاد ومحتاجة تدخل جراحي. ضيفتنا النهاردة الأستاذة آية، بنرحب بحضرتك يا أستاذة آية. أهلا وسهلا بحضرتك، ألف مليون سلام على حضرتك. حضرتك قولي لنا أنت مصابة من إمتى والظروف الصحية الوضع بتاعها إيه؟ إصابة. أنا اكتشفت التعب تقريبا وأنا عندي 10 سنين. تمام. 10 سنين، بس ما كانش في فشل تنفس، كنتش بستخدم أكسجين. مع الوقت الحالة يعني ساءت. بقالي سبع سنين على الأكسجين. تمام. يعني قالوا الحل اللي هو نزرع رئة في الإمارات. في الإمارات. عملنا الورق وخلصنا الورق الحمد لله، يعني قدمنا في التضامن، بس لسه طبعا الحساب البنكي لسه ما وافقش على الأوراق وكده، بس احنا منتظرين التضامن. وكلمنا المستشفى في الإمارات، كشفوا عليا أونلاين وحددوا لي مبلغ العملية 15 مليون. بس مستنية دعمكم طبعا، مستنية يعني أشوف الدنيا ترسى على إيه، مش عارفة لسه. يعني هو حضرتك دلوقتي المطلوب 15 مليون لإجراء العملية. أيوة. حضرتك العملية دي بتعمل فين؟ في الإمارات. في الإمارات. أيوة. بتكلف 15 مليون. أيوة. تمام. حضرتك الوضع الصحي الحالي دلوقتي عامل معاكي إيه؟ حالتك الصحية دلوقتي عاملة إيه؟ الحمد لله رب العالمين، في الأول وفي الآخر، بس يعني الحمد لله صحتي بتسوء جدا. يعني في الأول كنت بمارس حياتي بالأكسجين. بقدر أمشي وأتحرك بس وأنا على الأكسجين. حاليا حتى وأنا على الأكسجين ما خطوتي بقت صعبة شوية. يعني حتى وأنا على الأكسجين كل ما بعمل مجهود أو حاجة نفسي بيقل والأكسجين بيقل ومش بقدر. طيب حضرتك تحبي توضحي رسالة أخيرة للسادة المشاهدين وللسادة المسؤولين؟ تحبي إيه، تطلبي إيه من السادة المشاهدين والسادة المسؤولين؟ أحب أولا يعني إن هما يخلصوا لي الورق التضامن بسرعة، لأن ما عادش وقت في صحتي وحالتي بالسوق كل يوم أكتر من اليوم اللي بقى، واليوم بيفرق معايا. تاني حاجة محتاجة ناس يعني تتدخل في موضوعي واللي يتبرعوا باللي يقدروا عليه. تمام. احنا حضراتكم النهارده في تل حوين زي ما حضراتكم شايفين الوضع الحالي بتاع الاستاذه هي عندها تليف على الرئتين ومحتاجه عمليه هتكلف 15 مليون هتتعمل في الامارات. هي واحده ربنا يشفيها ويعافيها ونقدر نقف معاها وان احنا نقدر من الساده المشاهدين ومن الساده المسؤولين السيد وزير الصحه ووزير التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء والسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بنناشد الجميع بالحالة بتاعت الأستاذة آية. المبلغ المطلوب للعملية كبير والبركة في ربنا ثم في حضراتكم جميعا إن شاء الله.